بطل قصتنا لهذا اليوم الشاب التركي محمد آيدين الملقب بتوسنجوك. ولد محمد آيدين في مدينة بورصة في تركيا، وتعود أصوله إلى غورسون شمال تركيا. قضى أهم أيام طفولته ويا عمامه اللي هم كانوا يشتغلون بتربية الماشية في مدينة غورسون. هالنوب انتقل إلى مدينة بورصة ودرس هناك الابتدائية والمتوسطة، وانتقل إلى مدرسة الإمام الخطيب، بس ما قدر يكمل بهاي المدرسة اللي هي الثانوية بسبب ظروفه المادية. قرر أنه يكمل دراسته في التعليم مفتوح عن بعد. بداية محمد آيدين كان هو مغني رابر شعبي بمدينة اسطنبول. استمد فكرة البنك من ألعاب بالوسائل التواصل الاجتماعي. أول مهمة قام بها محمد آيدين سنة 2016 من قرر يفتح بنك افتراضي. آلية عمل البنك الذي أسسه محمد آيدين هو السماح للمساهمين بشراء البيض واللحوم والخراف والأبقار والماعز، لكن بشكل افتراضي، بحيث يكون لكل مساهم مكان ما يشبه الحظيرة الافتراضية اللي يستطيع من خلالها جمع وإعادة بيع ما يمتلكه. شنو كان يمنح البنك للمساهمين؟ كان يمنح أرباح خيالية جرار مساهماتهم المالية، وقد تصل الأرباح إلى أكثر من 25% بالعام الواحد. محمد توسنجوك بعد ما سوى البنك خلال 6 شهور حصل على نجاح هائل، بحيث وصل عدد المستثمرين بهذا البنك ما يقارب نصف مليون مستثمر يشاركون بأسهمهم في هذا البنك الافتراضي. كان البنك يقدم حوافز هائلة خيالية خلال الفترة الأولى، بحيث أول فترة قرر يوزع أرباح في ذروة الصعودة تقدر بحوالي 120% من عملية تداول. بس البنك كان يفرض في نفس الفترة قيود زمنية على إمكانية إعادة البيع، تعتبرها العمر الافتراضي للمادة اللي يتم شرائها، بحيث لا يمكن بيع الخروف خلال سنة واحدة. بعد سنة كاملة من نجاح هذا البنك وتكوين شعبية هائلة، هنا البنك ضعف بشكل رهيب كله، وما قدر يدفع الفلوس للمستثمرين اللي كانوا يردون يتخلون عن ممتلكاتهم الافتراضية. هنا الناس كلها حست وصارت مجبرة انه تبيع باسرع وقت. هنا المستثمرين حسوا اكو عملية نصب وراحوا بسرعة يبيعون ممتلكاتهم الافتراضية. بس توسنجوك اصلا ما كان يدري بالناس، كان ملتهي ينقل فلوسه من حساباته الداخلية بتركيا الى حساباته الخارجية. بعد ما المستثمرين حسوا اكو خطأ بالبنك الافتراضي، رادوا يحجون ويا ابو البنك اللي هو محمد آيدين. اختفى محمد توسنجوك عن الانظار فجأة، وكان وياه ما يقارب 102 مليار ليرة تركية، اي ما يعادل حوالي 200 مليون دولار امريكي. وكانوا المساهمين بهذا البنك الافتراضي ما يقارب 80 ألف مستثمر خلال هاي الفترة. واختفاء توسنجوك والناس كانت تسأل وقدمت شكاوى للشرطة. نشرت بعض المنصات الإعلامية فيديوهات وصور لتوسنجوك وهو يعيش حياة رفاهية. بعد كل اللي صار، وصارت قضية محمد توسنجوك هي قضية رأي عام، وصارت السلطات التركية تبحث عنه بكل مكان بتركيا. صار مطلوب للانتربول. بعد ما عرف محمد آيدين هذا الكلام كله وهاي القضية اللي عليه، استسلم للقنصلية التركية اللي كانت بمدينة سان باولو في دولة البرازيل. بعد ما جابوا توسنجوك من دولة البرازيل إلى تركيا وامتثاله أمام القضاء، رد على كل الاتهامات على لسان محامي. قال المحامي كل هاي الاتهامات المنسوبة الموكلي اللي هو محمد آيدين توسنجوك هاي اتهامات باطلة، لأن هو أصلا موكله اللي هو محمد آيدين ما كان نيته يضر المستثمرين أو الاحتيال أو النصب عليهم، بس هي مؤسسة اللي هو البنك الافتراضي تعرض للفشل بسبب الظروف العامة الاقتصادية في دولة تركيا. بس الادعاء العام استعاد نصف المبلغ من خلال القبض على المدراء التنفيذيين والحجز على أموالهم اللي كانت بحساباتهم داخل تركيا. وبعد ما صعد توسنجوك للمحكمة قال للقاضي انطيني فرصة، انت مو تقول 80 ألف مستثمر أنا سارقهم، انطيني فرصة انه ارجع لهم فلوسهم اذا صدق انا سارقهم، او اوضح للناس يعني السبب اللي صار عندي. بس القاضي ما اقتنع بكلامه، ولحد الان توسنجوك و16 من المدراء التنفيذيين مسجونين. الى هنا نهاية قصتنا. لا تخلي المظهر يخدعك، يعني صار توسنجوك وهذا الهيئة مالته بس خدع له 80 ألف انسان. وبنهاية الفيديو لا تنسى تصلي على محمد وآل محمد، ولا تنسى تخلي لايك واشتراك ودعمك، وخلي تعليق حلو. وشنو استفادت من هاي القصة اكتب لنا بالتعليقات. في امان الله.